انا بجد مش عارف بعد اللي حصل النهارده المفروض احنا مستنيين لحد امتى علشان خاطر الكابتن المحترم رئيس مجلس الاداره ان هو يبدا يجيب صفقات. انا عديت دور المجموعات من الماتش اللي فات، انا مش مستني الماتش ده، بس ليه انا ممكن اخسر من فريق هو منظم وكل حاجه ومع احترامي ليه، بس بجد مفيش كوره. انا خسران بغلطات غريبه سواء ليها علاقه بالتحكيم او ملهاش. يعني الجول الاول خالد عبد الفتاح ليه بيلعب كوره اصلا؟ خالد عبد الفتاح ده بيلعب، وبرده اتكلمت عليه الماتش اللي قبل اللي فات. الماتش اللي فات ما اتكلمناش خالص. ده هيفضل يلعب كوره لحد امتى؟ ده الماتش اللي قبل اللي فات عمل عرضيه من اصل اربعه هي دي اللي جت منها الجون، وغالبا جت معاه حظ. قبل كده ما كانش فيه. وبعدين الجون الثاني اكرم توفيق خلاص الناس عرفت وهو خد له الكلمتين، وقبل الماتش الجماهير كلمته والناس عرفت ان هو ماشي، ان كان ماشي في يناير ماشي اخر السنه، بس منزله يعمل ايه؟ انا الكلام مش على كولر بس منزله يعمل ايه؟ غلطه غريبه. طلع ساب الجناح ولا الباك الشمال بتاع اورلاندو، طلع يغطي على اللاعب الموجود، اتضرب الكره بقت عرضيه جون. وبعدين كل ماتش لازم كارثه تحصل عشان الراجل يقول ان انا ما عنديش لعيبه. احنا النهارده 18 ولا 19 يناير، فين طب؟ مفيش ولا صفقه حصلت ولا حتى لاعب محلي. وقعدنا نقول اصل احنا بنجيب البنوبي، صح، احنا بنجيب محمد اسماعيل، بنخلص مش عارف في مصطفى زيكو، بنخلص في احمد سيد من ابو قير، يعني اي اسماء بس. او بعدين طيب داخل على دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا ومعكش صفقات، يعني ما بتلعبش كاس مصر وبتريح لعيبه ومش عارف ايه، الموسم قل. طب ايوه وبعدين؟ مش لازم مع نهايه كل سنه تقول لي اصل انا عامل اكبر ميزانيه في التاريخ، مع نهايه كل سنه تقول لي اصل انا في استاد جاي. استاد ايه يا عم؟ انت عامل لي الاستاد وانت الجمهور مش عايز تدخله. وبعدين طب هتوصل لفين؟ انا مش عارف الموضوع هيوصل لفين. انا يعني بجد انا بحب الكابتن محمود الخطيب جدا كلاعب، بس بجد 7 سنين عدوا منهم تقريبا 3 سنين هم مش يعني هم من اصعب 3 سنين انا قابلتهم في التشجيع للاهلي. بخل، مفيش صفقات، الصفقه اللي بتيجي الصفقه الجامده بيتعمل عليها ليله، اللي هي لو افترضنا ان هي امام عاشور يمكن يفضل عايش عليها سنتين. انا مش عارف. حتى الفلوس، يعني حتى الفلوس بالقسط سواء مصري او دولار بتخلص الصفقه بالقسط. مش عارف.